السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طالما المشاهدة مبسوطة كده يبقى أكيد في خير وفي رزق زي ما احنا شايفين. بس كانت المفاجأة الغير متوقعة وصدمة بالنسبة لي بجد. يعني الحاجة دي عمري ما توقعتها من أول ما ابتديت إن أنا أربي. ايه هي مشاهدة؟ يا ريت لايكات كتير جدا عشان اللايك بيرفع الفيديو معايا، وعشان اتشجع ان انا انزل فيديوهات اكتر واكتر. لو اي حد من حبايبنا محتاج روتين، محتاج معلومة معينة، محتاج يسأل في اي حاجة، اكتبوا لي تحت في التعليقات اعمل بأسئلة حضراتكم فيديوهات ان شاء الله بإذن الله. طيب الصدمة هنا فين؟ الصدمة هنا ان البطة البيضاء مطلعة لي بط اسود. البطه البيضه مطلعه لي المره دي بط اسود، فدي كانت مفاجاه وصدمه بالنسبه لي، مش متوقعه خالص خالص. سبحان الله. اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد يا رب على الرزق اللي طلع. بس بجد انا اتفاجئت حته مفاجاه صعبه، لان انا كنت متوقعه ان هي هتطلع بط ابيض، لان كان معاها الذكر الابيض، ودي اول مره تحصل عندي. فطبعا كان معاها الذكر الابيض نص الايام اللي كانت بتبيض فيها، والنص التاني كان معاها الذكر ابيض في اسود. فسبحان الله طلعت البط زي ما احنا شايفينه كده. يعني الله اعلم الكام بيضه اللي لسه ما طلعش دول هيطلعوا لنا ابيض صافي ولا ايه. اهي بتنقر اهي، اهي بتنقر اهي زي ما احنا شايفينها. فربنا يسهل. وكمان بوظت لها كام بيضه وهي راقده بصراحه. يعني ده تقريبا كده كل البيض طلع. سبحان الله سبحان الله سبحان الله يا ربي. البيض كله شائع مع بعضه، سبحان الله سبحان الله. ما عدا البيضه دي، حتى والله البيضه دي بدات تسقع، يعني انا ماسكاها بايدي كده ساقعه اهيت، ربنا يستر بس وتطلع اهي. مش عايزه اطلعها عشان ما تجيبش دم، بس هي بقى فرحت باللي طلع. ولانهم ما شاء الله طالعين مع بعض في نفس التوقيت اهمت. اللهم بارك، طالعين مع بعض في نفس التوقيت وفي نفس اللحظه. فسابت دي بقى سقعت، يعني فرحت باللي طلع، فضلت تساعدهم كده، وسابت دي بقى سقعت اهيت. هشوف لو مش هترتضي ان هي ترقد عليها تاني هحطها البطه تانية راقده عشان ما اخسرهاش خساره. وهتطلع كمان ساعتين ولا حاجه، ربنا يبارك لنا فيهم. ويرزقنا منهم رزق حلال طيب مبارك فيه. طبعا انا محتاجه ليا تربيه، فهشوف يا اما هاخد دول اربيهم ليا يا اما هبيعهم، لسه ما قررتش. بس احتمال كبير ان انا اللي اربيهم اخد التربيه دي ليا ان شاء الله باذن الله. ونربيهم مع بعض بقى من عمر يوم لحد ما يوصلوا معانا لعمر الذبح ان شاء الله باذن الله. ونكبرهم ونسمنهم يكبروا كده ويشتروا وزن، وتبقى حاجه كويسه وسلاله كويسه معانا ان شاء الله باذن الله. لكل حبايبنا اللي يعني بيخافوا ان هم يربوا من التربيه، والله يا جماعه التربيه سهله جدا، مش صعبه مش صعبه. تربيه سهله جدا. طيب هو وارد لما تسيبي مع البطه ذكر لونه اسود ما تطلعش ولا بطه بيضه، برغم ان البطه بيضه؟ ايوه وارد، وارد وارد. بس كان ممكن تطلع مثلا بطه او اتنين حتى، لا هي لحد دلوقتي ما طلعتش خالص. الله اعلم بالثلاث بيضات اللي باظوا تحت منها الايام اللي فاتت، ممكن يكونوا كان لونهم ابيض، هم باظوا. الله اعلم بقى كان هيبقى لونهم ابيض اسود، لان أنا لما لقيت البيض باظ ما فتحتوش بقى بصراحه من جوه، كان في جنين ورميته خلاص. فالله المستعان. احيانا البطه ممكن تبوظ بيضتين ثلاثه وهي راده طبعا، واحيانا بتطلعهم كلهم. فشطاره كل بطه مش زي التانية، بس كونها بوظت مثلا بيضتين او ثلاثه طول فترة الرقد، وجت هنا طلعتهم كلهم ما شاء الله ما شاء الله، شقوا كلهم مع بعض في نفس اللحظة، دي حاجة كويسة جدا جدا. وبطة شاطرة عارفة هي بتعمل ايه. البط يا جماعة ما بين الصيف والشتاء بيطلع على 32 يوم، عشان بس الناس ما تستعجلش على طلوعه. طيب امتى هستغنى عن البيض بتاع البط واقول البيض باظ؟ نستغنى عنه في حالة لما تفحصي بالكشاف، والكشاف ما تلاقي الجنين ميت ما بيتحركش وميعادها تطلعها عدى بالطريقه دي. حتى يعني خلاص لازم تستغنى عنه، ما هو خلاص ما بتحركش الجنين، ما بتحركش جوه البيضه، ده الحاجه الوحيده اللي تقولك انك ترمي البيض. انما ممكن في بطه تتاخر يومين ثلاثه اربعه عن بطه تانية، فده عادي، دي تصبري عليها وهي هتطلعهم طالما الجنين صاحي سيبيها. ده بالنسبة للتطليع. طيب أنا سألت سؤال دايما كتير من حبايبنا بيستغربوه، بالذات الناس اللي هي جديدة في التربية. دلوقتي أنا مشاهد يعني رقدت البطة وكانت طلعت عندي 4 بطون، والبطن المرة دي 5 مع نفس الذكر.
لقيت في تفاوت في الكسر، يعني البيض مفيش فيه الا ربعه فيه تخصيب والباقي مفيش فيه كسر، وانا مش عارفه من ايه ده. الدكر اللي عند حضرتك كده يبقى خلاص نسبه التخصيب عنده نزلت جدا، حصل له زي تعب مفاجئ كده، وده بتلاحظيه وبتلاقيه لما بتيجي تذبحي الدكر بعدين بتعرفي العيب كان فين. يعني من خلال برضو تجربتي ان ده حصل عندي قبل كده. فمش معنى ان كان الدكر كويس وكان بيخصب المرة دي لقيت البيض مش مخصب يبقى طب العيب بقى من البطة، ما الدكر كان كويس. لا، برضو اصل التخصيب ده من الدكر يا جماعة. البيض يكون فيه جنين او مفيش فيه ده من الدكر. من البطة بقى لما تعمل ايه؟ لما تخيب البيض بقى تشيل البيض ترميه بره، تاكل البيض، يكون في جنين ويموت جوه البيضة، ده من البطة. العيب ده بيكون من البطة. طيب عشان اضمن ان البطة تطلع عش كويس وزي الفل وتفقس معانا بامان وسلام، لازم تكوني حريصة على نظافة البيض بتاع البطة. عشان برضو حبيبتي اللي قالت لي يا مشاهد البطة طول ما هي راقدة بتعمل فضلات على البيض وفي الاخر ما بتطلعش الا بطتين او 3 بالكتير، استغنى عنها واذبحها؟ لا، ما تستغنيش عنها، جربيها كمان مرة، بس كوني حريصة انك طول فترة الركود تنضفي. فهنا طبعا لازم تجربيها مرة تانية، تمسحي لها البيض وتنضفي لها العش. لو العش بقى متسخ او كسر في بيض او راحت مثلا عملت عليه فضلات ومحتاج يتغير، لازم تغيريه. فده اللي انا اقصده، انك تضمني نظافة العش طول فترة الرقد، ولما تيجي في الاخر لو ما طلعتش، وهي ان شاء الله باذن الله هتطلع، خلاص يبقى كده لازم ايه تستغنى عنها. اما العش بتاعها بتعمل عليه فضلات وحضرتك ما بتنضفهوش اول باول، او انها بكسر البيض وحضرتك ما شفتهوش والعش باظ، ده اساسي لازم يبوظ البيض. فهنا مش قصة انها مش شاطرة، هنا كانت محتاجة مساعدة من حضرتك، لان اكيد البطة مش هتعرف تنظف العش لنفسها ولا هتنظف البيض لنفسها. والبيض لو فضل عليه بكتيريا وفضل عليه بيض مكسور او فضل عليه فضلات، ده بيبوظ بصراحة، والله العظيم بيبوظ وبيترموا كله. ف ربنا يبارك للجميع. انا حبيت ان انا افيدكم النهاردة بالفيديو البسيط ده، يا رب يكون المعلومات اللي فيه كانت مفيدة لحضراتكم. مش حابه اطول عليكم الفيديو اكتر من كده. لو في اي حد له اي سؤال اكتبوا لي تحت في التعليقات. القشور دي برميها للبط ياكلها، البط اللي في الاوضه التانية، بط وسط، بط كبير، فراخ، اي طيور، اي وز، اي طيور عندك ارمي لها القشور دي، كويسه جدا جدا ليهم. ربنا يبارك للجميع يا رب. ربنا ما بيضيعش تعب حد اجتهد وتعب، والله يا جماعه. والله انا عايزه اقول لكم بيجيلي ناس من محافظات بعيده مخصوص عشان ياخدوا البط، والله العظيم بفضل اقول لهم، وربي يشهد على كل كلمه بقولها، بفضل اقول لهم لما حد منهم بيكون عايز بط مني، اقول له يعني اقول لهم انتوا يعني انتوا بعيد عني، يعني هتغرموا مواصلات كتير، وكمان مسافه طريق مش اقل مثلا من ساعتين 3، لان بيكون مثلا جاي لي ناس من دمياط، جاي لي ناس من الجيزه، جاي لي ناس من القاهره، جاي لي ناس من الشرقيه. فبالتالي ده مشوار عليهم، جاي لي ناس من المنزله. فاللي بيكون عنده استعداد وعايز حاجه وبيسعى لحاجه، والله بيروح لها اخر الدنيا، والله بيروح لها اخر الدنيا. انا نفسي لما كنت في يوم من الايام طلع في دماغي ان انا عايزه اعمل سلاله وعايزه اعمل سلاله بط ترقد، قلت خلاص انا ما كنتش هشتري بط من بره خالص، انا لازم اجيب سلاله ترقد عندي. ما كنتش هجيب بط تسمين واذبحه وارجع اجيب تاني كمان 3 4 شهور وارجع اذبحه وارجع اجيب تاني، كل شويه ادفع راس مال، ومره بقى مره تصيب ومره تخيب، مره البط يبقى فيه فيروس، مره يبقى حلو، مره ما يبقاش حلو. فبالتالي من هنا جت لي الفكره، قلت انا يعني هجيب ادور على بط وهجيب، لو في اخر الدنيا هروح وهجيب وهسعى. بس خلاص بقت سلاله العمر عندي الحمد لله. من هنا بس حابه اوصل لكم الفكره ان اللي عايز حاجه بيسعى لها. وطبعا كل واحد فينا قدرته مش زي التاني، حد تاني ما يعرفش يخرج وما يعرفش يروح مشوار بعيد، خلاص ده هو خلاص قدرته لحد كده وظروف بيته لحد كده، فدي برضو ما فيش منها مشكله. بس انا بذكر لكم الحالتين الاتنين. ربنا يوسع علينا جميعا. يلا مش حابه اطول عليكم فيديو اكتر من كده، اترككم في رعايه الله وحفظه.